السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. ألف مبروك للنادي الأهلي. نزل فرم نادي سموحة، فرقة نادي سموحة. الفرق بين الأهلي والزمالك سيناريو المباراة أو في بداية المباراة سهلت هدف أول في الدقيقة 8 من خطأ فاضح لهاني سليمان عشان عبد القادر يحط الجون الأول، ثم هدف تاني وخطأ من هاني سليمان في الدقيقة 10. 2-0 سهل المباراة. راح النادي الأهلي راح دايس عليهم، راح جايب التالت بهدف ولا أروع من كهربا، اللي أنا شايف إنه الكرة وحشاه. نزل النهاردة عايز يعمل كل حاجة في الكرة وبيتحرك تحركات بوعي بصراحة علشان يخلص الشوط الأولاني. النادي الأهلي 3-0. يهمد نادي سموحة. ثم شوط ثاني بلا اهداف. الراجل المدير الفني بتاع النادي الاهلي جرب الصفقات الجديده، جرب الناس اللي ما بتشاركش بصفه مستمره، والراجل الضوء ده شكله ملامحه كده بتقول ان هو لعيب كويس. بس هي دي الفرقه اللي عايزه تاخد بطوله يا جماعه. لما المباراه تتسهل انا ما صعبهاش. النقيض بين النادي الاهلي والنادي الزمالك. بص، النادي الزمالك امبارح المباراه سهلت وهو صعبها لما هربت منه، انما النادي الاهلي 1 2 3 خلص على الناس، همدهم، خلاهم اقصى طموحهم ان هم يجيبوا هدف. ده اقصى طموح. فنقول الف مبروك للنادي الاهلي. وصول للنهائي، المباراه النهائيه. هيواجه بيراميدز، تبقى مباراه قويه برضو. والف الف مبروك للنادي الاهلي. وشايف صفقات كويسه، وشايف الفرقه النهارده افوق من الفتره اللي فاتت شويه. فربنا يوفق ان شاء الله الجميع. وبكره عندنا مباراه الدوري باذن الله، نتابع مباراه الدوري ان شاء الله.